يتم تغيير ماركوس. كان المفروض يطلع وكان يتلعب عبد الرازق حمد الله، كان لازم. ده 1 2 3 كده طريقة لعب، ان انا عايز اكسب ماتش. انت عارف كويس جدا ان الراجل اللي عندك المهاجم ده مش على قد المستوى في الفترة الحالية، وجالك البديل. ليه بقى مقعد البديل ده؟ ليه ما لعبتوش؟ هل بينك وبينه حاجة؟ في مشكلة؟ طيب يعني في خناقه مثلا، ولا في خلاف على حاجه؟ يعني انتوا ايه يعني انا بجد والله ما انا مش عارف اقول ايه. انا عندي تحت ايدي الكارت اللي اقدر اعمل بيه ضغط على الفريق اللي قدامي واكسب. ليه ما استعملتوش؟ الهلال لازم من دلوقتي يبتدي يفكر في التعاقدات، وبالذات مركز المهاجم. لازم التعاقد على مركز مهاجم، لعيب مهاجم ضروري جدا قبل بدايه الموسم الجديد. لان هو بالشكل ده كده كان يعني الموضوع هيبقى صعب. الموضوع هيبقى صعب جدا جدا على الهلال. واحنا قلنا قبل كده ان الهلال ما فيهوش اسامي كبيره زي بقيه الفرق في الدوري السعودي. طب انت هتعمل ايه بالمستوى ده كده والفكر ده كده وخامه اللعيبه اللي تحت ايدك دي كده؟ مش هتعمل حاجه. ويمكن ربنا يعني خلى الاخفاق ده يحصل في الوقت ده، عشان فعلا اداره نادي الهلال تبتدي تفكر انها تجيب لعيبه تدعم الفريق. لازم. طبعا انا مقدر مشاعر كل الناس اللي بتشجع الهلال، ونرفزتي يعني وعصبيتي دي يعني زعل كبير قوي على ان احنا في فريق عربي يوصل للليفل ده والاتشيف ده وما يكملش. طب هو حد هيطلع يقول لي هو انت كنت فاكر ان انت هتروح لابعد من كده؟ ليه ما فكرش؟ ليه انت اقصيت مانشستر سيتي؟ فلومينزي مش الفريق الواو يا جماعه على فكره، والله مش الفريق الجامد يعني. بس هي طريقه اداره مباراه، مدير فني، خامه لعيبه، فرص اقدر استعملها زي عبد الرازق حمد الله. يعني ليه احنا ليه دايما فكرنا ان احنا لا مش هينفع نبقى موجودين في الحته دي، او صعب ان انت تروح للنقطه دي. هارد لك فريق الهلال.